احتمالية إن إسرائيل تدخل معاك في حرب هي احتمالية معدومة. طبعا عايز تعرف ليه؟ في الاول لازم تعرف المعلومه دي. هي الدوله ازاي بتتعرف انها نجحت في الحرب اللي هي داخلها؟ اي دوله لما بتدخل حرب بيكون في معايير معينه تقول ان الدوله دي نجحت في الحرب اللي هي داخلها. اول معيار ان انت ازاي تنشر قوتك على الارض. هل انت محتل الارض فعلا؟ وعلى فكره في فرق بين الاحتلال وبين السيطره، لان انا ممكن اكون محتل الارض بس مش مسيطر عليها، زي اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين. في غزة احتلال محتل الأرض لكن مش مسيطر عليها، بالتالي هو مش ناشر القوات بتاعته لأن هو مش عارف ينشرها بشكل كويس. أنا أقول لكم بقى هو ليه إسرائيل ما ينفعش تدخل معانا في حرب. مجرد ما إسرائيل تدخل معانا في حرب ده معناه إن الجيش بتاعها كله هيتسحب من قطاع غزة علشان يغطي الحدود المصرية اللي هو فتحها. وطبعا بمجرد ما يسحب الجيش من قطاع غزة إيه اللي هيحصل؟ المقاومة هتطلع من الأنفاق تنفخه. الجيش الإسرائيلي متحاصر ما بين القوات المصرية وما بين قوات المقاومة اللي في غزة، وساعتها